هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. جيس وات، انا امبارح منزله لكم الفلوج اللي انتوا شفتوه ده اللي هو اخر فلوج، والنهارده انا بصور لكم فلوج جديد. اعتقد ان انا مدلعاكم دلع مش طبيعي، لا وهننزل كمان، يعني تخيلوا هننزل كمان. زي ما انتوا شايفين انا لابسه المايو عشان هنروح النادي، هاخد فهد ينزل شويه البول ينبسط ويفصل شويه عن جو الامتحانات والمذاكره عشان نرجع فريش كده ويبقى عندنا استعداد للماده اللي بعد كده. هو احنا كده خلاص امتحاننا الانجليش وناقص لنا، لا امتحناش الانجليش كله، امتحاننا الاي ال، ناقص لنا الاو ال، وامتحاننا التربيه الدينيه والجيرمان. من اول يوم الخميس بقى فحت بقى، فاهمين؟ خميس سبت حد اتنين اللي هو يا لهوي. فقلت خليه يجي يفصل دماغه شويه، وانا كمان محتاجه افصل دماغي شويه. ودينا ديالا الحضانه لان اكيد مش هناخدها معانا، يعني ديالا عايزه يوم ابقى اروح بيها بس لوحدها، لكن ان انا اقعد اتكر على الاتنين صعب قوي الصراحه. المهم يلا سكين كير سريع عشان ننزل. احنا خلاص لبسنا وحضرنا حاجتنا، عايزين بس نجيب فطار لان الفطار في النادي مش بيبقى احسن حاجه يعني، وانا مش عايزه بقى نفطر مافن وكيك وكده، فمش عارفه الصراحه ممكن نفطر ايه. يعني الفطار هناك مش احسن حاجه، الغدا هناك تحفه، يعني حاجات الغدا تحفه. والصراحه انا من الناس اللي هم بيسموهم ايه، من الناس الجداد في موضوع النادي ده، لان احنا ما كناش مشتركين في النادي، وحقيقي احنا اشتركنا بس عشان خاطر فهد انه يلعب رياضه في مكان ثابت، ويبقى في مكان اقدر اوديهم فيه في الاجازه يروحوا يلعبوا فيه وكده. فانا حرفيا اشتركت عشان السبب ده بس مش اكتر. دي لما بتروح هناك بتنبسط قوي، بس بنبقى ايه اللي هو بيبقى لازم نروح بدري، لان لما بيبقى في عيال كتير بجد بتبهدلني من كتر ما بجري وراها. لكن لما بنروح بدري بتبقى الدنيا فاضيه، فمهما راحت في اي مكان عيني بتبقى شايفاها وانا قاعده مكاني يعني. وثانيا ديالا مع الميه لا لازم محمد يكون معايا. ديالا اول ما بتشوف حمام سباحه اعصابها بتتعب، عارفين كده، لو بتبقى والله لا ارمي نفسي اقسم بالله لا، وما بتبقاش عايزه تطلع يعني. حتى لما بنسافر اما بتطلعش من البول لما بتكون خلاص تعبانه وهتموت وتنام، وونس بتاخد الشاور بتتقلب في ساعتها يعني. المهم محتاجين نكتر بقى ايه سان سكرين. انا كده كده واخده معايا السان سكرين بتاع فيكيشن، بس هاخد ده برضو معايا يعني، ما يمنعش نحط مره ده ومره ده. احنا كده كده مش هنطول الحوار كله، ممكن يبقى ساعتين زمن يعني مش كتير. ميك اب مش هنحط اكيد يعني، بس هسرح حواجبي. هي كده كده ماما جايه معانا يعني، قلت لها تعالي كده غيري الجو، ما كانتش عايزه تروح الصراحه، وانا قلت لها يا ستي تعالي نروح انا وانتي نقعد نرغي مع بعض شويه، يعني نقعد في الهواء الطلق نشم هوا، بس بالعافيه طبعا. انا مقتنعه الصراحه يعني. ده المفروض بلاش من عند روز بيري، كنت لقيته في محل كده فجبته، فاعتقد ده هيبقى لذيذ قوي كده على السريع يعني. انا بحب الحاجات اللي هي سهل ان احنا نحطها. لاينر كده على السريع. الجزمة جديدة يا ماما. لا خليها بره عشان انت هتنزل بيها اصلا. البس سوكس يا فهد. والجلاس ده من براند اسمها ايزال، لا ازلا. بس كده. والحاجات اللي انا حطيتها دي هاخدها معايا مع اكسترا ماسكارا عشان بعد ما اخلص بس. وهاخد الكارد هولدر والسان سكرين، وخدت بتاع فيكيشن كمان اللي هو الرش برضو تحسبا لاي حاجه. وهاخد النضاره دي اللي اكبر من وشي ومن حياتي ودنيتي، بس بنحاول نحمي على قد ما نقدر. اوكي حبايبي خلاص نزلنا. عماله افكر والله ممكن نفطر ايه، مش عارفه، فخلينا كده نفكر في الطريق على ما نوصل. ايه الميه متلجه وهو ايه ما مش قادر يتحمل الصدمه. دودو لا ده غويط يا ماما، ده غويط. رايح فين؟ من هناك ازاي يعني؟ انزل بدماغك. استاذ قاعد اهو بينبسط، خليه يفك شويه قبل المذاكره، اروح افحت ومذاكره. طلبت اكل عشان المطعم اللي هنا لسه ما فتحش، فطلبت اكل وقاعده مستنيه، فمش هنزل الا لما اكل الصراحه، اكل عشان ما افضلش امشي مبلوله. الجو كمان هنا هوا، فاصلا هو الله يعينه ما هيطلع اصلا من حمام السباحه، فبس الجو خطير، حاسه ان انا رحت المصيف.
بس هل معنى كده ده مش هروح مصيف في جامي؟ نو، لازم. بس الجو خطير الصراحة، والصبح بدري كده مفيش دوشة ومفيش زحمة ناس، الدنيا هادية ورايقة. بص الأكل وصل عند البوابة، فأروح استلمه. خلاص استلمت الأكل وهجيب قهوة، والمكان الوحيد اللي بيبيع قهوة كويسة هنا هو موكا فمضطر اخد من عندهم. بس البارتيشن اللي جوه النادي الصراحة لطاف قوي، لكن اللي موجود بره وحش 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 بجد يعني. واكيد هنا هيكون عندهم دفع فيزا اكيد يعني، فخلينا نشوف. بعد ما تخليه خلصنا وهنروح بقى على البيت لان انا عندي شغل. انبسطتي يا استاذ فهود؟ ايوه انبسطت. طب الحمد لله. نذاكر بقى. ايوه تالي شحنا، خدنا طاقة. ايوه نذاكر بقى. هلو حبايبي، اخيرا خلاص رجعنا البيت لان انا عندي شغل وما كانش هينفع اطول اكتر من كده، وهو انبسط واموره بخير الحمد لله الحمد لله. فبس بسقط طبعا، عايزه انام فالطرحه تتبهدل. اوكي عايزه انام بطريقه مش طبيعيه لان انا امبارح نمت الساعه 4 الصبح. معروف عني ما بسهرش، انا شخص بينام بدري جدا وبيصحى بدري جدا. بس انا جيت امبارح بالليل على الساعه 10:30 كده بعد ما نزلت لكم الفلوج على طول، قعدت على السرير كده شويه فسقطت. نمت بقى، صحيت الساعه كام؟ صحيت الساعه 12:15، ومن ساعتها بقى قعدت لغايه 4 الفجر مش جايلي اي نوم خالص، يمين شمال مش جايه معايا خالص. فين بقى؟ نمت بتاع الساعه 5 كده، فاهمين؟ دخلت بقى في النوم، دخلت يعني فاهمين من 4 وانا بحاول ان انا انام، بس فاينلي نمت يعني. وصحيت الساعة 8:30 مع ديالا، فحاسة اني بجد مش شايفة قدامي. فكنت قعدت شوية على السرير اول ما جيت دلوقتي من نيتي، بس حسيت ان انا هنام ففوقت نفسي بسرعة بقى. قلت لا، قومي يا بت، قومي يا بت شوفي شغلك، متعطليش نفسك، انك كده كده هتنامي. اصبري بقى اما ديالا تيجي، لان ديالا لما بتيجي من النيرسري بتنام. تصبري بقى يا بنتي يا دعاء اما ديالا تيجي من النيرسري وخشي معاها، ابقي نامي معاها يعني وقت ما هي تنام. وبس وديني قاعده اهو بعمل ميك اب عشان عندي تصوير. خلاص خلصت شغل ونزلت جبت الست ديالا ومروحين على البيت. نازله فول ميك اب، فول ميك اب، رايحه فرح. بس عامله ايه ديدي؟ بص ديدي، ديدي سي هاي، هاي كس، وانا كس حبيبة قلب ماما، والنبي تبوسني في دراعي. حبيبة قلب مامي، انا احبه، انا احبه، انا حبيبي انا. وبس كده حبايبي، عايزين نروح بقى نشيل الميك اب ده ونطبخ. عايزين نطبخ، عايزه اكل لحمه متعصجه. عارفين لحمه متعصجه؟ عايزه اكل لحمه متعصجه ورز. حاضر حاضر، ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده، حاضر اصبري. طب اركب. حرفيا بحمد ربنا ان احنا مش على طريق، يعني بجد الحمد لله ان احنا مش على طريق بالحركه اللي هي عملتها دي. بس تقعد ازاي يعني، الله يهديها. الحمد لله ان احنا في شوارع صغيره جوه. فظيعه دي كارثه. عشان كده اما باجي نخرج بقى مشاوير بحطها ورا. لا مفيش فلاور سليب دلوقتي. فلاور. الو يا جماعه صباح الخير. النهارده الحد، انا غبت يومين تقريبا ولا يوم تقريبا. المهم ان انا صحيت من النوم النهارده على الزلزال. ما شاء الله، والله العظيم اتخضيت خضه مش طبيعيه مش طبيعيه. انا نايمه ولقيت السرير عمال يعمل كده. قلت ايه، لان انا ساعات ضربات قلبي فاهمين بتبقى زياده، فقلت يمكن ضربات قلبي زياده. فضلت قاعده كده شويه، برضو السرير عمال يتحرك. فرحت فاتحه كشاف الموبايل، جايبه الموبايل وفاتحه الكشاف وبص على النجفه بحيث النجفه تتحرك. النجفه ما بتتحركش بس السرير بيتحرك، عارفين كده. طلعت على بره،
اتخضيت، كان محمد صاحي مع فهد عشان يوصله الامتحان، فاتخضيت. بقول له محمد السرير بيتحرك، قال لي لا لا يا شيخه مفيش حاجه وبتاع، حتى ايه غلوش كده على الكلام لان عندي فهد بيخاف قوي. ف مفيش غير الفيسبوك هو اللي هيجيب الموضوع من اخره يعني. من اول ما فتحت الفيسبوك لقيت حد كاتب كده ايه يا جماعه ننام في الشارع بعد كده ولا ايه؟ كان زلزال بجد. اتسرعت حرفيا يعني. عارفين انا برضو بقعد شويه كده اتاكد قبل ما اقوم اخش في حاله هلع ورعب يعني، فاهمين؟ لا انا بقوم الاول كده، فاهمين؟ حتى ما يبقى مثلا ايه احس ان في خيال كده عدى جنبي في الشقه، فاهمين؟ فانا مش من الناس اللي اتخض واخاف، لا اقوم ادور ايه اللي عدى ده. الحمد لله انها جت على قد كده، بس صحيت بدري قوي عن ميعادي. بصوا هو ناقص 10 دقايق وديدي تصحى، فيدوبك في ال10 دقايق دول الحق نغسل وشنا واسناننا ونعمل سكين كير سريع. اوكي حبايبي، خليني اول حاجه اغسل وشي بالغسول ده من عند سباير، اسمه كلاريسال. تمام، ده شكله كده. الغسول ده اكتر غسول جنتل على البشره بطريقه مش طبيعيه، بينظف البشره من غير الرغوه الاوفر والصابون الكتير اللي بعد كده بتلاقوه ينشف البشره. مش معنى ان هو مش بيرغي اوفر ان هو مش بينظف البشره، لا بينظف البشره كويس جدا، وسبيشال المسام. الناس بقى اللي عندها حبوب هيحبوه جدا لان هو جواه زيت شجره الشاي. لو انتي بقى بشرتك متحسسه ملتهبه اي حاجه من الحاجات دي، هو بيشتغل على تهدئتها. بصوا شايفين هو عامل زي الجل كده، مش عارفه تكونوا شايفينه ولا لا، بس هو شفاف وعامل زي الجل. انا ببل وشي كده هتلاقوه، بصوا حتى كأن القوام بتاعه كأنه كريم. بصوا كلمتكم انا عنه قبل كده على فكره. كمان يا بنات جواه ساليسيليك اسيد، يعني انت لو محتاجه ساليسيليك اسيد لبشرتك فهو موجود فيها، بس اكتر حاجه فعاله فيها هي زيت شجره الشاي، عشان الناس اللي عندها حبوب في بشرتها. حتى هو اسمه كلاريسال انتي اكني، يعني هو اصلا معمول للحبوب. حرفيا وشك بينور بعده. كلاريسال عندهم مرطبين، واحد للبشره الدهنيه والمختلطه، ده شكله كده، ده للبشرة المعرضة للحبوب، وده جل. ده خليه للوقت اللي بيطلع لي فيه حبوب في بشرتي هبقى استخدمه. بيقولوا ان المرطب ده بيمنع انسداد المسام تماما، والتارجت بتاعه الاساسي هو الحبوب، يعني هو بيشتغل على الحبوب. ده جواه ساليسيليك اسيد وجواه ريتينول يعني نستخدمه بالليل، ما ينفعش نستخدمه بالنهار. نيجي للمرطب ده بقى عشان ده خطير. ده المفروض ان هو للبشرة المختلطة والدهنية وكمان البشرة الحساسة. احلى حاجة واكتر حاجة عجبتني فيه بغض النظر عن الباكجينج عشان صغنون كده وكيوت، وانه بامب مش بحط ايدي جوه برودكت او حاجة، بس يا جماعة بيرطب البشرة حلوة قوي من غير ما يسيب اي ملمس دهني. وده كل حواري بقى اول ما الدنيا حررت، لانه بص هو التكتشر بتاعته عامله زي الجل كده، البشره بتشربه بسرعه كانك حطيتي ميه عليها، بس في نفس الوقت بيديكي هايدريتنج فظيع. بصوا يعني فظيع. احلى حاجه فيه كمان ان انت لو عندك احمرار او تهيج في بشرتك من اي حاجه في الدنيا، اول ما تحطيها هيهدي معاكي جدا التهيج ده. واكتر حاجتين انا بحبهم موجودين في المرطب ده ان هو جواه هالورونيك اسيد، انتوا عارفين بموت في الهالورونيك اسيد، وجواه كمان كولاجين بحري، فعشان كده اول ما هتحطوها على بشرتكم هتحسوا ان بشرتكم كده عارفين نضره وحلوه كده. صراحه حبيته قوي، وسبيشال في الجو الحر اللي احنا فيه ده. بما ان العيد قرب، كلاريسال عاملين خصومات حلوه قوي، انت لو اشتريتي منتجين هتاخدي عليهم منتجين تانيين هديه، يعني هتاخدي 4 بسعر 2، فممكن تجيبي انت واختك انت وصاحبتك وتقسموا الاوردر مع بعض. التعامل مع الويب سايت اسهل من السهوله، وكمان في كود خصم بتاعي هيديكي خصم اضافي اوريدي على الخصومات اللي موجوده على الويب سايت. طبعا على حظي العسل الكاميرا هتفصل. حط بقى السان سكرين كده سريعا، انا مش عارفه ازاي نسيت اشحنها، بس بجد مسحوله مع فهد في المذاكره بطريقه مش طبيعيه. اوكي محمد بيتصل، خليني ارد عليه وارجع له. حرفيا متصل يتريق عليا بيقول لي اخبار الزلزال ايه. قمت مخضوضه قوي. محمد السرير بيتحرك. قال لي اهدي مفيش حاجه. المشكله انه صاحي هو وفهد ومش حاسين بحاجه، يعني صاحيين وعمالين يتحركوا في الشقه ومش حاسين بحاجه، بجد رعب يعني. المهم وزعت خلاص السان سكرين، استخدمت سان سكرين بتاع بوباي. خلاص انتوا حفظتوا بقى
ده تحفه تحفه تحفه. وبس كده حبايب قلبي، يلا خليني اقوم احضر اللبن لديدي واصحيها عشان انزل اوديها النيرسري، وانا راجعه من النيرسري قاعده اخد فهد من المدرسه. الامتحان هيخلص الساعه 9:30 الصبح. الحمد لله خلاص الدراسه بتخلص والامتحانات بتخلص وهنرتاح من حوارات المدرسه والمدارس. No milk? Really? Okay, what do you want? Hug. حاضر يلا hug. تعالي هج ماما. تعالي يمي، تعالي انا هج. مش قلتي ملك نو؟ استني. يلا اشربي. مش قلتي ملك نو؟ بصوا بتصحى عامله ازاي. كأنها بترضع. ساعات بحس انها ما اتفطمتش والله بجد. موضوع اللبن الصبح ده بحسه بجد انها ما اتفطمتش. مامي I wanna kiss حبيبي انا. ماما ده بعد اللبن بقى تبقى خلاص راقت وبتعمل بوزز بقى. Where is Titi؟ اوه حلاوته دي. مامي كاس. قلبي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت بتعملي ايه؟ لا هنا اوه. again yeah لا not this one. اوه. دلوقتي هنسرح شعر جديدي، فشايفين الماس دي دلوقتي هتبقى كيوت ان شاء الله تبقى كيوت. اول خطوه بستخدم لها الكريم ده بتاع الويفي هير من عند بندولين، وبعد كده بستخدم لها السيرم ده اسمه السوبر كيدز هير سيرم. ده ليا وليها، بستخدمه ليا وليها. سرح لها شعرها بالفرشه دي من عند وات. الصراحه خطيره ومش بتقطع شعرها خالص. دايما عشان ما تعذبوش بناتكم في موضوع تسريح الشعر ده، ابداوا من تحت، يعني ابداوا كده من تحت، ما تجيبوش كده، ابداوا من تحت الاول. لان انا وانا صغيره الصراحه كنت بتعذب في تسريح شعري، فعندي عقدي ومشاكلي. فبنسرح من تحت وبعد كده ناخد حته صغيره تانية لفوق ونضمها على اللي تحت كده، فاهمين كده؟ ده بيقطع الشعر وبينحله. وانتي بتسرحي في حته علقت معاكي، امسكي الشعر وسلكيها، يعني ما تعمليش كده وشعرها مشدود، فاهمين يعني؟ يا رب تكونوا فاهمين وجهه نظري. وانا شكلي يعني فاهمين مش فايقه خالص. بالها بقى انا مشت زي ده عشان بقى افرق اعمل كده. بس بصوا حتى بعد ما سرحنا بالفرشه بالمشط خلاص اتسلك. شايفين بالمشط، مش محتاجه ان انا ايه اقعد اسلك. ما شاء الله يعني اللهم بارك. عامله زي بتوع العصر الفيكتوري. بتنمر على بنتي. Wait. Did you see Diala? Say hi. How are you? What's your name? Diala محمد. ديالا محمد ايه؟ عاصم. شاطرة، برافو عليكي ديالا، جميلة شطورة. دي فرشة اللي هم الناعمين دول، وبحب انزل لها كده الشعر اللي هنا ده كده. الناحية التانية بقى اكيد مش هصورها، اكيد مش هصور الناحية التانية عشان الميموري بتاعت الموبايل، انا بصور بالموبايل ده. حبايبي كده بعد ما خلصنا، ودايما ريحوا التوك، يعني ما تحاولوش تشدوهم، خلوهم كده مريحين. طبعا هترجع لك اخر اليوم منكوشه ومتبهدله، ما فيش اي مشكله، بس شعرها ما يتقطعش، يعني تخليهمش يدعوا عليكم ما يكبروا، تمام؟ فعشان شعرها ما يتبهدلش بس يعني ريحوا كده شعرها، عشان بس الشعر اللي بيتشد ده بيعمل تساقط مش طبيعي، فحرام يبقى طفله عندها تساقط كده من قدام
كيوتة كيوتة كيوتة. اللهم بارك. نقول اللهم بارك بقى، نقول اللهم بارك على البطاطا ده. بص اول ما اقولها ان احنا خلصنا بقى بنبتدي نلم. يلا دي خدي ريتيرن دي، يلا ريتيرن شاطرة. and this one and cream and serum توكا comb. that's all. thank you. كده I'm done. وديالا كمان done. يلا يا ديدي. بصوا باخد لها الباطي معايا الحضانة عشان تعمل تويلت هناك، لان هي مش بتعرف تعمل غير على الباطي. حاولت معاها بكل الطرق، الحاجة الوحيدة اللي ظابطة معايا الباطي. خايفة تقعد على التويلت بطريقة مش طبيعية. يلا يا ديدي let's go. what do you want? toilet? do you want a toilet? يلا دول يا حبايبي تمت بحمد الله. طبعا ما لحقتش نفسها قوي بس مش مهم عادي. هاتي يلا تلبسي الباج دي، يلا تلبسي باج. يلا let's wear bag. do you want to take this one? it's only one Didi. take this or this? which one? no this no. برضو انا ما بتكلمش. كل الشنط دي ناخدها نعمل بيها ايه؟ ديالا نو ديالا نو no. it's only one. which one? هاتي this one. حطيها يلا put it here. شاطرة شطورة ديالا good girl. يلا let's go. ليلى صورة. بصوا لابسة بتاعت ميكي ماوس. النهارده نزلتها بالكيروكس في الحضانة، قالوا لي لبسيها كيروكس عادي لان هي بتبقى حرانة قوي من الشوز. شطورة. I will open wait. يلا let's go. بصي ما تقعديش تتمحلسي بقى، انا زعلانة منك. بتغفليني يا ديالا، بتغفليني. اعملي عبيطة بقى، اعملي عبيطة. انا فاكرة انها واخدة شنطتها بس وحاطة فيها لعبتين. بقول لها دلوقتي how many toys you have؟ بتقولي 10. بتتريق عليا. ديالا how many toys you have؟ only 10. only 10. 10 no. it's only 2. يلا bring the toys from the bag. only 2 Didi. no. oh I see how it is. خلاص وصلنا ديدي وطالعين اهو على مدرسة فهد. الساعة لسه 9:23 بس على ما اوصل عند المدرسة هتكون بقت 9:30 وهيكون هو خلص ان شاء الله. كنت قاعدة بسمع الراديو بس وطيت عشان جابوا اغاني كوبي رايتس وكده، بس يعني من زمان قوي بحب اسمع نجوم FM وبحبهم قوي الصبح عشان لذاذ كده، بيبقى دمهم خفيف وبيقعدوا بقى يتصلوا بالناس والناس يتصلوا بيهم ويعملوا لهم زي اسئله كده عن الافلام وبتاع. فبحب جو الهلس ده قوي وضحك بقى مع الناس بطريقه مش طبيعيه، بيقعدوا يفتحوا مواضيع حلوه قوي الصراحه. وانا كان من احلامي ان انا كنت اشتغل في الراديو، وبحس ان انا كنت مؤهله لكده. حتى صوتي بحسه مناسب جدا ان انا اشتغل في الراديو، فكان نفسي جدا يعني. بس يلا وكان من ضمن الحاجات اللي انا نفسي فيها وما حصلتش يعني. اتس اوكي. فيلا على مدرسه الفهود، ويا رب يكون قبل بلاء حسنا النهارده ان شاء الله. حريم كريم اللي وسام كان مختاره. زوج الفنانه داليا البحيري كان اسمه ايه؟ يلا بينا. والله نسيت. ابعتوا لي يا جماعه على 015 5955 1006 وعلى صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.. ايوه كان اسمه حسين. يعني انت يا حسين يا حسين. احنا الفهود خلاص من المدرسه، جاي على بالي قوي النهارده اكل كرواسون بالشوكولاته الصراحه. خلينا نروح نجيبه من بريدفاست عشان هو خطير في بريدفاست. تاكل نوتيلا كرواسون؟ ايوه اكيد ايوه يا ابني. بس بقى واضح ان يومنا طويل النهارده مع بعض يا فهد. واضح انك هتصدعني يا فهد. وسع بقى ايديا عني وسع بقى بعد بقى. مش عارفه الجبنه القريش فين. اهي
اوكي. وفي هنا شيري توميتو، خليني برضو اجيبها، بموت شيري توميتو. اوكي دول المبقيين. عايزه ابقى اروح السوبر ماركت. فاكرين الفلوج اللي فات لما نزلت رحت النادي واتمشيت وكده؟ ما عملتهاش من ساعتها. بصوا انا احب دي بابريكا اعتقد، انا احب اكون انسان صريح معاكم. عملت الحاجه بقول عملتها، ما عملتش بقول ما عملتش، عشان ما تعلوش الاكسبكتيشن وتحسوا ان ايه، ان الناس اللي على السوشيال ميديا دي ناس غريبه وقادرين يعملوا وعندهم طاقه. انا على الله، اوقات عندي طاقه واوقات ما عنديش، اوقات بلتزم واوقات ما بلتزمش، اوقات بروق واوقات ما بروقش، اوقات مهمله واوقات نشيطه، ما بين كده وكده. حاجات كده من طفولتي معلقه معايا واي كانت سكيب، زي مثلا الجبنه القريش بالطماطم، دي جدتي يعني ام جدتي كانوا بياكلوها، فعشان كده كنت بحبها. وبرده من الحاجات اللي كنت بحبها قوي الفول النابت، انا مش عارفه كلكم يعرفوا ولا لا، بس هو فول عادي بيبقى حجمه كبير كده، المفروض ان هو بيتنقع في ميه واحنا بنشتريه وبنسلقه بقى بكمون ومش عارفه ايه، ولا اما بتاكليه كده ازازه او بتاكليه بشوربه عشان لو حد تعبان يبقى بيشرب شوربه، وفي نفس الوقت الفول كانه بكليات بروتين. فالصراحه من الحاجات اللي بحبها قوي ومعلقه في دماغي جدا من طفولتي، لان كنت بحبه جدا، وكان بالنسبه لي اما ببقى عيانه ده بيبقى مكافاه مع ليمون كتير، كنا بنخلص حلل منه حرفيا. عشنا تفاصيل حلوه كتير قوي في الطفوله الصراحه. بحس ان الجيل بتاع عيالي ده معشوش. يعني ببص كده على فهد دلوقتي، لا انا في السن بتاع فهد ده كنت بخرج وبنروح جناين وبنتفسح وبنتجمع مع العيال وبنلعب بس يعني الجيل ده مظلوم جدا. دلوقتي انا نازله رايحه انا وبابا مشوار، عشان هو جالي نخلص المشوار وارجع لكم تاني، عشان مش هينفع تيجوا معايا المشوار ده. هلو حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده السبت، نعم ماشي، النهارده السبت 24، ومش عارفه الصراحه اليومين اللي فاتوا دول عدوا في ايه، بس انتوا عارفين مذاكره وامتحانات والحوارات دي كلها. يلا يا ديدي يلا. المهم نازلين انا وديدي ومحمد عشان اروح اجيب البيجامات اللي انا قلت لكم الفلوج اللي فات ان انا عايزه اروح اجيبها، فبس كده يلا بينا. هلو حبايبي، خلاص اشترينا البيجامات، هبقى اوريها لكم لما ارجع، لان احنا عندنا انبوكسنج من عندنا، ممكن نعمله بكره اعتقد الانبوكسنج ده. دلوقتي انا نازله رايحه اقابل مها وميار، هنخش السينما مع بعض، ميبي وميبي لا، لسه مش عارفين، بس الاساس ان احنا نازلين نتغدى مع بعض. المهم لبست كده زي كارديجان كات، هو صيفي وعلى جينز وتوب اسود وبس كده. صراحه الخروجه دي جايه في وقتها. انا هنا، لا استنوا هنا كده بالظبط، يعني من المذاكره والامتحانات والضغط النفسي اللي انا فيه وعياط دياله، مش قادره اقول لكم، يعني عايزه اصوت. عارفين الكوميك اللي كان مش عارفه حيوان كان ايه، كان دب وواقف يعمل عارفين كده، انا عايزه اعمل زيه كده بالظبط. فالحل اني عشان ما اعملش زيه كده بالظبط ان انا اخرج افصل شويه وبس كده. حبايبي يلا بينا ننزل. الحمد لله المره دي مش نازله اتسحب، المره دي نازله رايقه وبراحتي، مش رايقه قوي يعني، بس نازله براحتي مش نازله اتسحب، عشان ديالا نايمه الحمد لله. لما رحنا نشتري البيجامات نامت مننا، فمش نازله بقى فاهمين اتلفت حوالين نفسي ولا خبوها ولا داروها، لا نازله براحتي يعني. anyways يلا بينا. مودي مش احسن حاجه خالص، بس يعني بحاول اكون كويسه، انا ما بحاولش اسيب نفسي للمود الوحش، لانه يعني انا ما بحبش مودي يبقى وحش، انا من الناس اللي احب اكون انسان فرفوش، عارفين كده؟ فانا مش هسيب نفسي للمود الوحش ده. شغل اغاني دلوقتي والروق وننسى المود الوحش ده، ان شاء الله ان شاء الله هنبقى زي الفل. يلا بينا نقابل البنات عشان ما نتاخرش عليهم، لان ميار بعتت لي وقالت لي دعاء احنا نزلنا، فلازم انا كمان اطير. نسيت اجيب نضاره الشمس بس والله ما انا طالعه. الميك اب الصراحه شكله خطير، وانا بالنسبه لي احط لاشز اسهل من اني احط ماسكارا، على الاقل اللاشز هتديني الافكت اللي انا عايزاه على طول، لكن الماسكارا بتاعت تكي 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 كده. فحطيت لاشز وبس كده. بتمنى تزول ملامحك من بالي، تزول مش معقول اتعذب على طول، كل حب الدنيا دي في قلبي بيه، الدنيا في عيون قلبي كان الله في عون. حبايبي احنا دلوقتي رايحين السينما، استنوا ما هو ورانا.
روحي مهاميهم مها. بيجربوا نظارات. قاعدين بنفكر هنتغدى ايه وكلنا بنلف حوالين السلطه. الفشار مرمطنا على الاخر. وانت يا ماما برضه سلطه؟ انا عايزه حاجه فيها دهون يا جرب. مش من شويه كنت بتقولي مش قادره. لا انا ما اكلتش فشار زيكم. اوكي ما نفختش لسه. عايزه حاجه تنفخني. اوكي واحد نفخ هنا. واحد نفخ الاستاذه. وانتي هتاخدي ايه نرمين؟ برضه سلطه. ليه ما عندهمش؟ عشان هو تركي. انا عارفه بس برضه يحطوا الاوبشن دي. هو الكوزين تركي. لا الكوزين تركي. معلش لازم اروح اتاكد بنفسي. يلا على تركي. يعني المشكل في الجبنه والقطع اللحمه من غير جبنه. مش فارق معايا. مشكله خلاص يبقى هو مع سلطه فراخ برضه. لا ما جعانه. طب ايه؟ خلاص اطلبوا بس البيتزا خلاص خليها تطلب لحد. طيب انا عايزه سلطه الجمبري وعايزه اللي هو طبق المقبلات المشكل. اللي فيه حمص ومتبل. لا اللي فيه كوبيبه وكده. تمام. واثنين سلطه فراخ وواحده بيضه مشكله. وعايزه واحد ليمون نعناع مع القطه. يكون متلج. نجيب 4 ازاز ميه. سموزي. نجيب 4 ازاز ميه او واحده او كبيره. ازازه كبيره، ازازه ميه كبيره. بس ممكن الميه دلوقتي على طول. بين حاجه من كورس مشاوي طواجن. لا هم بس لسه مش عارفه بقى ايه. مش عارفه نستني شويه. انت بتقولي كانت حلوه صح؟ كانت حلوه طبعا. طيب ماشي واحده سلطه فراخ ايه؟ سلطه دجاج. يبقى 3 سلطات فراخ. مش عايز حاجه تاني معاها؟ سلطه الجمبري وميكس هودا بتايزر وبيضه مشكله وميه كبيره وليمون نعناع. اوكي حبايبي بعد يوم طويل الساعه دلوقتي 11 يا دوبك نروح. قفلوا المول علينا يا جماعه. يا دوبك اروح اتاخرت قوي بس اتس اوكي. كنت محتاجه النزوله دي. النفسيه ما كانتش احسن حاجه. انا مش عارفه اصلا انتوا شايفيني ولا لا بس اتس اوكي. يلا اشوفكم بكره ان اراد ربنا واكرم لاني هروح يا دوبك اشيل الميك اب وانام. بس كده حبايب قلبي جود نايت. يا صباح الفل. رايحه اجيب فهد من الامتحان ان شاء الله يكون حل كويس. النهارده خلاص اليوم اللي قبل الاخير للامتحانات. بكره اخر يوم امتحانات فخلاص هنخلص. النهارده الحد والبنت اللي بتيجي تنظف عن طريق الابلكيشن اللي قلت لكم عليه جايه النهارده. يعني كان في بنت هي اللي بتيجي تنظف في العادي من الشركه. طلبتها 3 مرات لانها كانت نظيفه بتنظف كويس وكده. بس حصل سيتويشن غريبه قوي وانا بحاول اربط الاحداث ببعضها عشان الاقي اجابه ترضي مخي. عارفين كده. البنت دي اخر مره بعد ما مشيت لقيت كيس كبير اللي هو بيتربط ده. كيس كبير في مسحوق من المسحوق بتاع الغساله بتاعتي لان انا حاطه مسحوق الغساله الباكي الكبيره فوق الغساله. فلقيت كيس مليان من المسحوق. فاهمين؟ تفتكروا كان مليان ليه؟ يعني هي ماليه كيس من المسحوق ليه؟ الموضوع غريب جدا. ثواني بس. انت مش عارف انت رايح فين ولا جاي منين انت. فالموضوع غريب جدا. يعني ليه واخده مسحوق في الكيس؟ هنقول يمكن كانت بتستخدمه في حاجه. هتستخدمه في ايه؟ انا ولا بخليها تغسل سجاد ولا الكلام ده كله. طب هي ومش كميه اللي هي كميه. يعني ما لو هتاخد بالكوبايه اللي جواها تعمل بيه حاجه. لكن تملى كيس تحط فيه تقريبا بتاع 1.5 كيلو 2 كيلو مسحوق ليه؟ موضوع غريب جدا. عارفين كده. قعدت فاهمين اربط الاحداث ببعضها. هل ممكن كانت ناويه تاخده بس الظروف ما ساعدتهاش؟ كنا احنا مركزين فما عرفتش تاخد الكيس معاها وهي ماشيه تخبيه في شنطتها ما كفتش. مش عايزه اروح برضو للحته دي ان هي وارد تكون كانت ناويه تسرق المسحوق. بس يعني ويرد
يمكن المسحوق وقع من على الغساله اتدلق في الارض. طيب هو لو وقع واتدلق في الارض ما رجعتوش ليه تاني نفس الكيس اللي كان فيه؟ يعني غريبه صح؟ الموضوع غريب. ومن بعدها ما جاتش تاني، يعني من بعدها كان بقالها 4 مرات بتيجي، من بعدها ما جاتش تاني. كل ما اطلبها يعني انا كنت ناويه لما تيجي اقول لها ما انت كنتي حاطه المسحوق في الشنطه ليه؟ بس هي تقريبا ما حست ان احنا ممكن يعني فاهم نقفش عليها، فقالت لك ما اروحش احسن. عارفين كده؟ بس ليه؟ يعني برضه فكروا معايا ليه ممكن تكون لمت المسحوق في شنطه. والله انا حطيت كل الاحتمالات، مفيش اي احتمالات جايه معايا. يعني قلت وارد يكون وقع، بس وقع طب ليه حطيته في شنطه سايد يعني فاهم؟ كنت حطيته في نفس الشنطه، يعني يكون كانت ناويه تاخد مسحوق بس مسحوق. قالت لك بقى مثلا اصل انا بجيب اللي هو الحجم الكبير، قالت لك ممكن يكون ايه الحجم بتاعهم كبير فما ياخدوش بالهم انا خدت قد ايه. فاهمين الموضوع بجد غريب، وانا مش قادره افصل دماغي انها تفكر في الحوار ده. فخير خير خير، الناس بقت مرعبه اقسم بالله وتصرفاتهم مرعبه اكتر. anyways وصلنا اهو عند المدرسه. انا مش عارفه الساعه كام دلوقتي بس it's okay. عايزه الحق ارجع قبل ما الست الجديده دي تيجي تنظف. لسه كنت بقول لماما احنا محتاجين ناخد بالنا اكتر من كده. حلو حبايبي، الساعه دلوقتي 3:15. شايفه قدامي الصبح عمال اخلص شغل واذاكر لفهد. بجد بجد مش شايفه، يعني البرد مبهدلني على الاخر. فالحل ان انا ادخل اخد شاور عشان افوق. بس خلوني الاول اشيل النيل بولش، وبعد الشاور بقى ان شاء الله لو في وقت قبل ما ديدي تيجي نفتح مع بعض الحاجات بتاعه نون والبيجامات اللي انا جبتها عشان اوريها لكم بقى واشيلها في الدولاب، لان انا مش عايزه اشيلها في الدولاب الا لما اوريها لكم الصراحه، بما اني يعني بوريكم حاجه من محل موجود هنا. ف if you interested تقدري تروحي تشتريها بكل سهوله، مش حاجات من شي ام بقى والموضوع صعب وطويل والكلام ده كله. الله، ريحه النيل بولش ريموفر ده حلو قوي من عند يولو. ده اسمه لولي بوب، بس ريحته حلوه قوي، تحسوا ان انتوا عايزين تشموها، بس غريبه قوي، عايز تشمي كحول. بس لذيذ قوي. ابتديت اشوف تاثير الفيتامينز اللي انا بشربها، اللي اشتريتها معاكم وفتحناها الفلوج اللي فات تقريبا مش فاكره. ابتديت اشوف تاثيرها من اول اسبوع على ضوافري ابتدت تطول شويه صغننين قوي، ففرحانه بيهم بقى وبحط النيل بولش وبتاع. بس صراحه كل ما بتطول الحته بقصرها، لان انا عارفه ان كل الضفر اللي طالع ده هو الضفر المتبهدل اللي حطيت عليه قبل كده ضوافر وبتاع، فهو مش هيصمد معايا كتير. اوكي حبايبي، ده وقت الانبوكسنج. عندنا باكجز كتير قوي، 1 2 3 4 لسه 5 6. انا خايفه اكسر حاجه وانا جايبه حاجات قابله للكسر، مش عارفه. 6 وورا حاجه 7 غير البيجامات اللي انا جبتها. فتعالوا نعمل انبوكسنج للحاجات دي كلها. غيرت الاضاءه بدل ما هي صفرة اوفر قوي عملتها ابيض. خلينا نفتح اول باكج. اول حاجه جبت السكر ده. بصوا انا طول عمري بشرب سكر دايت وما بيعجبنيش، بحس ان هو طعمه بيبوظ المشروبات، بس ده الوحيد اللي عجبني وريحني وطعمه ما بوظ طعم المشروبات اللي انا بشربها خالص. ده المفروض ان البراند دي تركي وهو جواه 1200 وحده. انا كان عندي الاول الباك اللي هي المفروض الجديده وكل الناس بتشتكي منها، بس دي الباك القديمه اللي هي بتضغطي عليها تروح منزله السكر من هنا. انا بتاعتي خلصت فجبت لي واحده كمان، هتلاقوها موجوده على نون لان انا كنت بجيبها من الصيدليه وما بقتش موجوده. اللي بعده اوكي، بس اكتر حاجه بتعجبني صراحه في نون موضوع الباكجينج، يعني بيقفلوا الحاجه كويس. دي كوبايه بتاعت قهوه، ودي كانت تقع ولا ايه؟ دي الستراو الازاز بتاعتها، بس الكواليتي بتاعتها خفيفه جدا يعني ميبي تتكسر. ودي الكاب، هي الغطا بتاعها مفهوش اللي هي السيليكون دي اللي بتخلي الكاب مقفوله، بس اكشلي انا كنت مشترياها على اساس انها كده بس، يعني مش بغطا اصلا يعني، فما اتصدمتش كتير. خلونا نفتح كيس، يعني اكسايتد ان انا افتح اسم الاكياس.
دول عباره عن رفوف للمجات. انا عندي رف بحط فيه كل الكوبايات، بس المجات مؤخرا يعني بما اني عندي امراض مع موضوع المجات دي، بحب المجات الكتير، بس مؤخرا بقى عندي مجات كتير، فبقيت عايزه ابعدهم عن الكوبايات عشان عاملين زحمه، فجبت لهم الرفين دول. هحط لكم صورتهم، المفروض دول يعني بيعدوا كده في بصورهم واوريكم، بيتعدوا كده في المطبخ. هحط لكم صورتهم وبيتعلقوا المجات فيهم كده. ده السيرم بتاع ايجيا اللي هو الهالورونيك اسيد. لو تفتكروا انا قلت لكم ان هو كان خلصان من على نون، وللاسف خلص وقعدت ادور عليه وما لقيتوش. اول ما لقيته عملت له ريستوك على طول وجبت منه. السيرم ده خطير يا جماعه من عند ايجيا، يا رب تكونوا شايفينه. الهالورونيك اسيد والريتينول بتاعهم رهيب. فكره ان كل حاجه في صندوق لوحده دي حاجه حلوه الصراحه، بان الحاجه بتيجي متحافظ عليها ونظيفه، بس اهدار للمال العام. ده اهدار للمال، يعني تكلفه كتير قوي. الكراتين الكتير دي بتاعه دي انا كل مره بقول هجيبها من شي، انا ما بجيبهاش، انا خايفه اوسخ نفسي، بس عشان البيجامه لسه جديده، دي من البيجامات الجديده اللي انا جبتها. كل مره بقول هجيبها من شي وما بجيبهاش. اول ما لقيتها من على نون جبتها على طول. بصوا انا دايما عندي القطن بيبقى في الكيس بتاعه محطوط في الدرج، انا عايزه القطن يكون قدامي على التسريحه من حقي، فجبت البتاعه دي وحسيت انها لذيذه عشان هي 2 في 1. بصوا احط فيه ناحيه الودانات وناحيه القطن كده، واكريليك يعني مش ازاز، هي بلاستيك بس بتديكي الفايب بتاعه الازاز. المفروض بتاعه الاعواد بتاعه القطن، بتاعه البادز بتاعه القطن، وبيتحطوا الاثنين فوق بعض كده. ممكن تحطي دي لوحدها ودي لوحدها، او ممكن تحطي الاثنين فوق بعض كده، مش محتاجين المقص. اول حاجه وهي بتاعه صابون للحوض. الله دي جاي معاها سبونج. اوكي دي انا مش عارفه انتوا اكيد عارفينها. بصوا ده شكلها كده، اللي هي بتحط فيها الصابون تضغطي عليها من فوق فتطلع لك صابون في السبونج. وده شكلها كده، طبعا لسه هركبها كده. المفروض كده بنحط الصابون تحت وبنحط دي كده فوق، والسيليكونيه دي بصراحه مش عارفه بتتحط فين، ممكن تكون هنا كده. يس عارفه الصراحه السيليكونيه دي بتتحط فين، هشوف يعني، بس المفروض ان احنا بنحط دي كده ولا كده. ايوه كده تمام كده، وبنضغط فتروح مطلعه الصابون على السبونج كده. تاني حاجه جبت دي للصاله، دي علبه مناديل. اوكي ده شكلها كده، من هنا فوق عامله زي الخشب، او هي خشب ليترلي تحطوا فيها المناديل، والناحيه دي تحط فيها الريموتات، الريموت بتاع النجفه والريموت بتاع التلفزيون اللي بنقعد ندور عليه ليل ونهار. نيجي لاخر حاجه بقى، وهي اتقل باكج اللي هو ده يا جماعه ازايز بهارات صغيره حاطينهم كده. اوكي تعالوا اوريهم لكم. اوكي الله شكلهم كيوت قوي. بصوا من فوق عاملين كانهم خشب، وده شكلها كده. وبصوا من هنا في فتحه اخرام كبيره اللي هي مدوره قصدي، وفي فتحه تحطي بكميات اكبر. الله بصوا انا محمد بيحب السبايسز جدا، بيحب بهارات بكل انواعها واشكالها، يحب يبقى عنده 300 نوع بهار، فانا حاسه ان هو هيتبسط عشان يحس ان هو عنده انواع كتير من البهار. اوكي انا عايزه اطلع بس الحاجات اللي تحت. الحمد لله ما كسرتش حاجه. دول كل البهارات او ستيكرز البهارات، في بذور كتان، بذور شيا، بذور كرفس، بابريكا، بهارات كبسه، بهارات فراخ، بهارات حواشي، بصل باودر، بهارات كفته، بهارات شاورما، بهارات سمك، بهارات لحم، حبهان، توم، توابل، مش عارفه ايه. فين فلفل اسود؟ فين الفلفل الاسود؟ ده انا اروح فيكم في داهيه. يعني ايه مفيش ورقه للفلفل الاسود؟ ايه مدينك بتاعه زي دي كده، ده زي كون، خليني اوريك كون كده عشان تنزلوا البهارات جوه البتاع من غير ما تبهدلوا الدنيا. نيجي نقلب بيجامات. اول بيجامه انا جبتها هي البيجامه اللي انا لابساها دي، انا جايباهم من محل اسمه اس
2. ولو تفتكروا او 2S ده اللي جبت منه بيجامتي انا وديدي العيد اللي فات، والصراحه عجبني قوي الكواليتي بتاعت البيجامات، بس بيجامتي بقعت. انيويز خدت البيجامه دي من عندهم، بيجامه بكم قد ايه الماتيريال بتاعتها مريحه وحلوه، وجبتها عشان لو حابه اصور اي حاجه وكده البس بكم. وسالتهم عندكم بيجامات تانية بكم؟ قالوا لي للاسف مفيش غير هي دي بس، وصراحه معاهم حق، احنا في سيزون الصيف. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه ليا انا. اقول لكم على الاسعار عشان لو حابين برضو يبقى عندكم فكره عن الاسعار. خليني اوريكم دي اول جلابيه بيت. انا بحب الجلابيات القصيره بتاعت البيت. ده شكلها كده، هي فيها بتاع اسمه ايه، دانتال من هنا اوكي، وعامله كده. انا ما بحبش الحاجات اللي عليها كرتون وحيوانات كتير، يعني دي عليها بس كده ورده ومكتوب عليها ايه مش عارفه، روجيس اولويز براي مش عارفه ايه، anyways فهي مش عليها حيوانات والحاجات دي. ما بحبش خالص الحاجات اللي عليها ستيتش وكرتون. انا مش بيبي، انا ليدي، عارفين كده. الجلابيه دي كان تمنها 735 جنيه بس، قطن قطن قطن. البيجامه دي كيوت يا جماعه، والله العظيم كيوت قوي. اول ما شفتها عجبتني. بصوا، اولا هي كتان وانا بموت في الكتان. ده شكلها كده وبتتربط من قدام بيروبات كده، تخلي شكلها حلو قوي. ومعاها البانت بتاعها عليه دوتس كده، مش عارفه تشوفوه ولا لا، خلوني اقرب لكم. عليه دوتس بيتي كده، وهو برده كتان، وفي هنا رباط كده زي ستان. حبيته، مش عارفه انا مكرره نفس اللون كتير ليه. جلابيه نفس اللون برده. هو في ايه انا جبت اللون ده كتير ليه؟ anyways وجبت كمان البلاوز دي كده، هي برضو كات، حاساها تطلع واسعه عليا بس اما نشوف. ومعاها الشورت ده كده تمام. دي بكام يا ضد؟ البيجامه دي ب 565 كانت ارخص، والبيجامه الكتان اعتقد انها هتبقى غاليه، اعتقد لان هي كانت اصلا في نيو كولكشن بالظبط ب 840 جنيه. بيجامه سودا، انا بقدر اللون الاسود جدا يا جماعه على فكره، فجبت بيجامه سودا. ده كده الشورت بتاعها اسود بيسك قوي، وده البانت. وانا ما بحبش البنطلون اللي ما يكونش فيه الفيونكه دي، الفيونكه دي اهم من البنطلون نفسه اوكي. وده شكلها كده وعليها ورد لونه اسود اوكي. الحمد لله خرجنا بره اللون اللي هو اسمه ايه، الجنجال اللي انا لابساه ده. وكانوا لسه بينزلوا في المحل السات دي، هي عامله زي الهواي كده شويه. بصوا بقى، هي عباره عن شيرت كده شكله كيوت قوي، هيبقى حلو قوي في اللبس ده كده. ومعاها بنطلون بقى بتحسوا ان انتوا في هواي بقى. بصوا هو اوفر شويه بس عجبني الصراحه. البيجامه دي كانت ب 876 جنيه بس. هم دول البيجامات انا جبتهم 5 تقريبا، 4 بيجامات وجلابيه مع البيجامه دي بس. دي البيجامات لان انا فعلا كنت محتاجه بيجامات للصيف. جسمي كله اتغير، بقيت الحاجات اللي كنت بلبسها وكانت تمام معايا دلوقتي مبقتش بتريحني. بقيت بحب انواع معينه من الملابس، وحرفيا ذوقي بيتغير من السنه اللي بعدها. يعني سنه تلاقوني بحب حاجه، السنه اللي بعدها مش عايزه البسها، اتخنقت، عارفين كده. فدي الحاجات اللي انا جبتها. اعتقد كده الفلوج خلص. بحب اقفل معاكم الفلوج بالانبوكسنج. اعتقد كده الفلوج خلص. استنوا فلوج جاي ان شاء الله. وديني اهو مش بتاخر عليكم عشان ما تتهمونيش ان انا بتاخر عليكم، اهو ما بتاخرش عليكم والفلوج نزل لكم على طول قشطه. لايك بقى للفلوج الحلو ده، واستنوا الفلوج الجاي ان شاء الله. باي باي.